توقيع التي تولى تنظيمها مجموعة من الناشطين المدنيين واللجان التنسيقية للتظاهرات في محاولة لمواجهة الفساد وتحقيق العدالة. المزيد مع هادي العنبكي. حملة جمع المليون توقيع انطلقت في جميع المحافظات العراقية منها محافظة ديالى، نظمها ناشطون مدنيون واللجان التنسيقية للتظاهرات بهدف حالة من تم وصفهم بكبار الشخصيات الحكومية والسياسية من الفاسدين إلى السلطات القضائية. إلى الآن وصلت الحملة على مستوى العراق إلى 400 ألف في ديالى لحد الآن. محافظة ديالى التنسيقية المدنية التي تجمع التظاهرات وصلت إلى ما يقارب 25 ألف توقيع. مليون صوت عراقي، مليون ضمير ينادي بفتح ملفات الفساد الذي جاء عبر نظام المحاصصة الطائفية والأثنية. هذه الحملة أيضا هي جزء من حملة ضد الإرهاب، لأننا نعتقد أن الإرهاب بالعراق متغذي على أموال الفساد. الحملة التي شملت أغلب مناطق ديالى قوبلت بارتياح ضحايا الفساد ممن تعرضوا للابتزاز خلال محاولة الحصول على فرصة للتعيين في المؤسسات الحكومية. أريد أعين زوجتي معلمة خريجة من سنة 2006 ولحد الآن أعاني من الفايلات ونضيف فايلات مديرة تربية ديالى وماكو أي نتيجة، ولحد الآخر النتيجة وصلناها رادوا من عندي 8000 دولار ويلا يعينوا لي إياه. الفساد هو سبب مشاكلنا كلها. الفساد هو الارهاب، هو الدنيا كلها شعلوها اقوى من داعش. الحملة لا تغير من الواقع شيئا وان جمعت مليار توقيع بدلا عن المليون. هكذا يتحدث مراقبون، فهم يخشون نفوذ الفاسدين الذين يتوعدون من يفتح ملفات الفساد بالقتل. قولوا لهم وبالفم المليان لو جمعوا مليار توقيع سوف لن ينالوا من هؤلاء كونهم يعني اللي يمسك بسدة الحكم هم الفاسدين، يعني الطبقة الحاكمة بالكامل وبلا استثناء هم فاسدون. وما جرى لقناة الحرة عراق ولمراسلها هادي العنبكي حقيقة يثير الشك والريبة من جانب الفساد والمفسدين والداعمين الفساد، حيث قاموا بتهديد هذا المراسل وحتى تهديده بالقتل. هادي العنبكي، الحرة.